ازيكم يا فنانين، اخباركم عاملين ايه؟ معاكم مازن عجوز. في فيديو النهارده ان شاء الله نتعلم مع بعض ازاي ممكن نعمل البرواز اللي هو المتحرك اللي زي كده، اللي هو بيبقى عباره عن شرايح بطريقه سهله وبسيطه. في البدايه احب اشكر باشمهندس حسام على الطريقه دي. انا كنت بعملها بطريقه تاني بصراحه كانت متعبه جدا، لكن الطريقه دي سهله وبسيطه وهو اللي شرحها في الاول بصراحه. فهتلاقي الفيديو بتاعه في الوصف لو حبيت انك تتفرج عليه، واشتركوا في القناه عنده لانه بينزل محتوى كويس جدا برضو خاص بالشروحات بتاعه الليزر وكده، وان شاء الله تستفادوا من قناته. تمام، الطريقه سهله وبسيطه. كل اللي عليك تعمله انك بتخش على الموقع ده سبيرال بيتي، تمام، وبعد كده بتضغط على ابلود ايمج هنا. تمام، انا كده عملت ابلود للصوره اللي انا محتاجها. الصوره كده تمام. ممكن ان احنا نكبر شويه، نصغر شويه، نشوف اللي احنا عايزين نظبطه. تمام، اعتقد كده تمام. احنا كده شرح تجريبي يعني. وبعد كده بضغط على اوكي. تيجي هنا بقى تظبط النظام بتاع الصوره، يعني هو ده خلاص، ده شكل مدور. هنا لو خليتها خطوط عرضيه او طوليه، هنا لو هتعملها نقاط، تمام، كلهم يعتبر نفس الفكره. ممكن بقى تاخدهم بشكل مثلا مثلثات، قلوب في مثلثات، في مربعات، مش عارف ايه الكلام ده كله، بس احنا هنعتمد على اللاينز، هتكون افضل حاجه. تمام، بعد كده بنبدا هنا نزود ونقلل الخطوط بتاعتنا. خد بالك من حاجه، ان كل الخطوط ما كترت كل ما الكواليتي بتاعت الصوره بقت اوضح. يعني شوف، واخد بالك الصوره دلوقتي لما زودت الخطوط الدنيا بقت واضحه وظاهر الشكل عامل ازاي. تمام، لكن لو جيت قللت الخطوط تلاقي الدنيا بيحصل ديستورشن او بيحصل يعني بتبقى الصوره ضايعه خالص. فخير الامور الوسط، لان دي كده هتبقى الشريحه ضعيفه خالص هتتكسر اساسا عقبال ما تفكهم من بعضهم. فناخد كده حاجه في الوسط، ونبدا ان احنا نظبط الانجل بتاعه الخطوط. تضغط هنا على انجل وتبدا انك تظبط الزاويه بتاعتها. هتلاقي نفسك وصلت لنقطه معينه كده اهو، هي افضل حاجه معاك. تمام، تبدا تجيبها يمين شمال يمين شمال وهكذا. ممكن احنا نزود الخطوط شويه، تمام، يعني تبدأ كده تهدي الدنيا. لو انت حاول ما تعتمدش على زيادة الخطوط. ممكن برضو تسهل الدنيا على نفسك عشان اللون البنفسجي ده رخم شوية، خليها كده ابيض واسود تسهل معاك الكلام. تمام، وفي تقدر انك برضو تعكس، يعني كده لو حطيت مثلا خشب اسود، تمام كده، لو يعني فاهم يعني كده او كده، يعني الاتنين يعتبر واحد. تمام، بالمنظر ده ماشي. هو يفضل تكون الصورة فيها تفاصيل واضحة، هي كده لحد ما كويسة. تمام، تبدأ بقى انك تظبط مثلا التخانة بتاعة الخط. عايز الخط يكون ضعيف خفيف تقيل شوية، فبخلي حاجة كده في الوسط. تمام، هنا تبدأ تزود الكونتراست بتاع الشكل بتاعك، تمام، لحد ما توصل لدرجة كويسه. هو طبعا الافضل ان الصوره تبقى صوره للوش بس احنا بنتكلم بشكل عام، بنجرب يعني. تمام، ف كده الدنيا بقت تمام التمام. باجي ضاغط على داونلود هنا، وهنا بيقولك انت عاوزها ايه، عاوزها اس في جي ولا جي بي جي ولا بي ان جي. بخليها اس في جي، تمام، وبضغط على داونلود. ده شكلها كده بعد ما اتفتحت على الكوريل. بنيجي جايبين مربع، تمام، مربع كده اي حاجه وخلاص. وباجي هنا مخليه 490، وجاي هنا 490 برضو، اصغر شويه يعني، اصغر كلام فاضي. تمام، اشيل بس ماشي، اعتذر. باجي شايل المربع ده كده على جنب، وجايب دول واعمل لهم كومباين كلهم مع بعض، واجي محدد الدنيا دي كده كلها سي و اي. تمام، بعد كده بضغط على فرونت ماينس باك بالمنظر ده زي ما ظاهر معانا كده. تمام، بعد كده بجيب مربع تاني اكبر سيكا، ماشي، بالطريقه دي. بخليهم يعتبر كلهم واحد، 505، خليه طوله زي عرضه، وابدا ان انا سي واي اسنطرهم مع بعض، واجي على الاطراف واجي قافل القفل هنا وكاتب مثلا 5، بحيث ان انا اديها شطره كده من بره. وبعد كده باجي عامل كومباين للشكل بالكامل، وضاغط على فيل، وتظهر معايا الصوره بالشكل ده. تمام،
كويس جدا. تمام، ما اختلفناش. في بقى مثلا ممكن تلاقي خطوط رفيعه، خطوط ضعيفه شويه، يعني ده اللي هيقع. الابيض ده هو اللي هيتشال يعتبر. تمام. ف كويس بالنسبه لي يعني لحد ما. الحاجات مثلا دي لو فرضا مثلا دي عايز اتخنها شويه، باجي جايب الشيب تول وابدا اللي انا اكبر الدنيا دي شويه. طبعا بتقل الدنيا خالص لان النقط كتيره، فببدا اللي انا مثلا اكبر كده بتاع الكلام ده كله. انا برضو مكبر السكيل بشكل عام، يعني حجمها كبير اصلا. تمام. فده بيخلي الدنيا تقيله. يعني انا عايز اقول لكم مثلا دي كام نقطه، يعني 13,000 نقطه، بس كلام فاضي. تمام. وبكده ده بيكون الشكل النهائي ليها. بتحطها مثلا على خلفيه بيضاء او على خلفيه تكون فاتحه شويه، وبتكون دي الصوره النهائيه. ده بيكون الشكل النهائي. طبعا لما بيكون زي ما قلت على الوش بيكون الدنيا اوضح شويه. فحاول تجيب صوره تكون الكواليتي بتاعتها كويسه، يكون الصوره جايبه الوش بس مثلا. الكلام ده كله هيدي لك احسن نتيجه ان شاء الله، نتيجه افضل من كده. بس كده ده كان شرح النهارده. يا رب يكون الفيديو عجبكم. كان معاكم مازن العجوز، والسلام عليكم.